you're gonna save me or not. Could we have a moment? Could we have a moment that feels so real? مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد الى النشره الاخيره واليوم الاخير من بطولة العالم للكيت بوردين التي تحتضنها حاضرة وادي الذهب الكويرة مدينة الداخلة. من خلال هذه النشرة الأخيرة مشاهدينا الكرام سنرصد الحصيلة النهائية للنتائج التقنية والظروف العامة التي مر فيها تنظيم هذا العرس الرياضي الكبير بهذه المدينة الجميلة. مشاهدينا الكرام، قبل قليل انتهت المنافسات النهائية الخاصة بالفريستايل أو ما يعرف بالأسلوب الحر، التزحلق على المياه، والتي أسفرت نتائج ربما نتائج المنتظرة كما كان منتظرا، باعتبار أنه الأسماء المشاركة كانت أسماء قوية وكبيرة. إذن مشاهدينا الكرام، على مستوى فئة الذكور الأنظار اتجهت إلى هذا الهولندي يوريزون الذي تمكن من تحقيق لقب البطولة العالمية الخاصة بفئة التزحلق على المياه. نفس الشيء كذلك بالنسبة للبرازيلية التي بجانب برونا كاجيا والتي تمكنت من تحقيق لقب فئة الإناث. إذن النتائج النهائية للمنافسات الحرة وما يعرف بالفريستايل كانت نتائج عادية، وتمكن هذين البطلين من حصد لقب البطولة العالمية هنا بمدينة الداخلة. إذن مشاهدينا الكرام، طبعا سنتابع روبورتاج خاص بهذه المنافسة التي أفرزت اللقب الخاص بهذين البطلين، وطبعا سنستمع بعدها لتصريحات كل من الهولندي يوريزون والبرازيلية برونا كاجيا. أجواء مثيرة وشيقة ميزت النهائيات الخاصة بصنف الأسلوب الحر أو ما يعرف بالفريستايل في الكايت بوردن التي جرت بمنطقة الداخلة اتيتود. النتيجة التقنية النهائية عرفت تنافسا كبيرا بين الأسترالي أندي ياتس صاحب لقب دورة تايلاند والهولندي زون يوري الذي تألق هنا بمدينة الداخلة باحتلاله المركز الأول منذ انطلاق المنافسات، وتمكن من الحفاظ على تألقه وفاز بلقب هذه المرحلة، تاركا المركز الثاني للأسترالي أندي ياتس والمرتبة الثالثة للإسباني أليكس باستر. I just won the double elimination. I had one of my best heats. Just in the heat, the wind picked up a little bit. I was up against Andy Yates from Australia. I knew he was riding really well, so I just gave everything I had, and yeah, it worked out. And I'm super stoked about it, and yeah, super happy that I won the second event in this year. So hopefully I can keep it up and win everything this year. How was the condition today? The condition, yeah, was pretty good. Just in my heat, the wind picked up a little bit, and yeah, it was perfect for my 12 meter, and just powered up, just what I liked, and you know, just what I need to do a good heat, and yeah, it worked out in the end. على مستوى فئة الإناث فهي الأخرى عرفت تنافسا حادا بين الإسبانيا جيزيلا بوليدو صاحبة لقب الدورة الماضية بتايلاند والبرازيلية برونا كاجيا التي كانت متألقة هنا بالداخلة وأدت عروضا جميلة ورائعة مكنتها من التفوق على باقي المتنافسات، الشيء الذي مكنها من الفوز بلقب هذه البطولة، فيما حلت الإسبانيا جيزيلا بوليدو في المرتبة الثانية متبوعة بالبولندية كارولينا فينكوفشكا في المرتبة الثالثة. I just came out of my final here in Dakla, and I had a really good heat. I just won, so I couldn't be happier. And the wind was perfect. The conditions have been good the whole week. One of the best spots for kite surfing in the world for sure. And I'm very happy to be here and to win the competition.
إذن مشاهدينا الكرام، كما ذكرت على مستوى فئة التزحلق على المياه لم تشهد أي مفاجآت، وكانت النتائج عادية باعتبار أنه الأسماء التي كانت مرشحة استطاعت تحقيق اللقب. نفس الشيء يمكن أن نتحدث من خلاله عن فئة التزحلق على الأمواج. طبعا الأسماء التي كانت مرشحة لاحتلال المراتب الأولى استطاعت تحقيق ذلك. كما هو الشأن بالنسبة لهذه الفئة، حيث استطاع ديابو تيز كياهي من أستراليا من تحقيق اللقب الغالي على مستوى هذه الفئة، فئة ركوب على الأمواج. ونفس الشيء بالنسبة لفئة الإناث، استطاعت شيبيفاك كاري من النرويج من تحقيق اللقب الخاص بفئة الإناث الخاص بركوب على الأمواج. إذن كما ذكرنا بأنه النتائج كانت متوقعة، والأسماء العالمية استطاعت أن تفرض نفسها دون تسجيل أي مفاجأة في هذه المنافسات. إذن مشاهدينا الكرام، الآن نتابع كيف جاء تفوق هذين البطلين في سياق هذا الروبورتاج. Could we have a moment that feels so real? كما كان متوقعا، لم تشهد المنافسات النهائية في صنف سباق الأمواج أي مفاجآت، فبعد المرحلة الإقصائية التي انطلقت منذ اليوم الأول والتي أفرزت صراعا كبيرا بين الأسماء المرشحة لاحتلال المراتب الأولى، اليوم الأخير من هذا الصنف شهد مشاركة البطل المغربي ياسين بوستا الذي علقت عليه آمال المشاركة المغربية، خصوصا بعد إقصاء كل المشاركين المغاربة. ياسين بوستا لم يكن محظوظا خلال هذا اليوم، وعانى كثيرا أثناء تواجده بالمياه بسبب ضعف الرياح، وهو ما أثار حفيظة هذا البطل المغربي الذي ظهر عليها التوتر، عامل استغله منافسه البرازيلي نونس فابيو الذي كان الحظ لجانبه بعد أن استغل بعض الموجات ليكسب بها النقاط، وبذلك خسر ياسين بوستا الرتبة الرابعة وتراجع ترتيبه إلى المرتبة الخامسة. كما كتشوفوا ما كاينش الريح، قليلات بزاف باش نحاول نبقى في باش نستمر في التفوق ديالي، ولكن كما كتشوفوا ما كاينش الريح، دونك هذاك عنده فوال كبيره واستطاع يتغلب عليا. بقيت شنو معصب؟ فوالا عندي ما كاينش الريح وكاينه الموجه ولكن الريح ما كاينش، دونك ما نفعل دغيا، داكشي علاش. على العموم راك درتي لا، انا كنت معول باش نحاول ندابز مع التروازيام بلاص دوزيام بلاص، ولكن كما كتشوفوا دابا هادشي كلشي كاع داكشي كنت نطمح فيه ماشي بجا في الزيرو، ولكن انما هو بواحد النسبه قليله اثر عليها شويه. مباشرة بعد ذلك ستضطر لجنة التحكيم لإيقاف المنافسات، وذلك بسبب ضعف الرياح، ليتم الاكتفاء بالنتائج المحصلة والتي كانت متوقعة بفوز الأسترالي كياهي ديابوتيز بالمرتبة الأولى، متبوعا بأيرتون كوزولينو من الرأس الأخضر، فيما عادت المرتبة الثالثة للإسباني أبيل لاغو. Yeah, it was a really fun competition. The waves were really nice. It was pretty head high and good wind, and the competitors, there was a good level of competition, and yeah, it was a really fun event. على مستوى السيدات، النرويجية كاري شيبيفاك وبعد عروضها المتميزة والرقم القياسي العالمي الجديد الذي تمكنت من تحقيقه هنا بالداخلة، ستتمكن وبسهولة من تحقيق لقب صنف سباق الأمواج، والمرتبة الثانية عادت للإسبانيا بيرال أنجيلا، في حين احتلت مواطنتها أين هو غارسيا المرتبة الثالثة.
The competition has been perfect. The condition has been amazing. The food, the people, everything is like a dream to be here. And also for me, it went way overhead. So I'm super happy. And this week has just been a dream. So I hope we will come back next year and that Sofiane can do a new competition because it's been really, really nice. Could we have a moment that feels so real? إذن مشاهدينا الكرام وصلنا الآن إلى فقرة لقاء اليوم والتي سنستضيف فيها معالي الوزير وزير السياحة السيد ياسر أزناقي. سيد الوزير أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إذن سيد الوزير البداية سنتحدث عن بطولة العالم التي تحتضنها حاضرة وادي الذهب لقويرة مدينة الدخلة. الأكيد أن هنا الأجواء متميزة ساحرة باعتبار الطبيعة الخلابة واعتبار مجموعة من الأمور التي أكدت بأنه هذه المدينة الجميلة استطاعت أن تنجح عرس رياضي كبير. بالطبع وأنا متفق معك. المناظر الخلابة اللي كنشوفوها حولنا اليوم واللي كيعترف بها جميع الحضور من جميع أنحاء العالم كيبين بأن هذه الجهة هي واحد الجهة فريدة بهذا الجمال ديالها والمؤهلات الطبيعية ديالها وكذلك الثقافية والتراث ديال مدينة الداخلة اللي لقى إقبال كبير من الحضور وكنشوفوه اللي جا هذا العام والحمد لله بقوة من جميع أنحاء العالم. كاين أبطال، كاين صحافة، كاين إذاعات اللي كيبين بأن هاد المباراة ولا هاد المنتدى غيكون عنده إن شاء الله إقبال أكثر وأكثر في السنوات المقبلة. سيد الوزير الأكيد أنه بطولة عالمية مدينة الداخلة أكدت بأن هناك علاقة وطيدة ما بين الرياضة والسياحة. لا الحمد لله احنا مفتخرين جدا بأن مدينة الداخلة دخلت اليوم في السيركوي انترناسيونال ديال بطولات العالم في الكايت سيرف وحنا لازم علينا هذا واجب علينا باش نساندوه وباش نشتغلوا كاملين مع الناس ديال الجهه والسلطات المحليه باش نجعلوا منه من احسن اللقاءات الرياضيه ان شاء الله في العالم. إذن السيد الوزير تراهنون بأنه النسخة المقبلة إن شاء الله ستكون نسخة أكبر وأحسن من سواء على المستوى التنظيمي وكذلك على مستوى الحضور الكبير لوزارة السياحة. لا ان شاء الله هذا العام انا بينتها بالحضور ديالي وان شاء الله العام الجاي كنت انا واقف مع الرياضيين في البوديوم شرطة العالم. لا لازم ندعم وحنايا فرحانين جدا لان غير كنشوفوا هذا الشيء اللي داير بينا اليوم كيعطينا الافتخار ببلادنا والمؤهلات اللي عندنا في بلادنا وهذا الشيء شاهدين به الحضور الناس اللي معنا اليوم وكيبين بان ان شاء الله بامكاننا باش يكون عندنا واحد لقاء رياضي عالمي اللي خاص واجب على اي واحد باش يدعمه باش يكون من اكبر لقاءات ان شاء الله. سيد الوزير كانت لكم مشاركة من خلال هذا العرس الدولي لكنها كانت اجواء ممتعة هنا في هذا البحر الجميل حاضرة وادي الذهب لقويرة. لا الحمد لله كما قلت واحد الجو والناس والطيبوبه الناس هو من الصعب علينا دابا نمشيو نخويو الداخله ونرجعوا بحالنا ولكن ان شاء الله كما وعدت الاخوان غادي نرجعوا بعده مرات لان مؤهلات سياحيه رائعه في مدينه الداخله ولازم علينا الان باش نشتغلوا باش نعزوها ونجعلوا ان شاء الله من مدينه الداخله من اهم الوجهات السياحيه في المغرب. في هذا السياق سيد الوزير الاكيد انه بطوله العالم مدينه الداخله اكدت بانه يجب استثمار الطاقات المحليه التي طبعا تتوفر على بحر جميل على اجواء جميله على مرافق سياحيه جميله من اجل ان تطور هي نفسها بنفسها هذا العرس الدولي حتى يقول الجميع بان ابناء الداخله هم الذين يساهمون بشكل كبير في تطوير هذه البطوله العالميه. لا بالطبع كما نرى كاين اولاد الداخله بنفسهم كيشاركوا في هذه المباريات وكنعرف بان مؤهلات كبيره وخصوصا في رياضه الكايت سيرف في مدينه الداخله لان كاين واحد التكوين وواحد البرنامج ديال التكوين مهم اللي ان شاء الله غادي يعطي ابطال وانا مأكد شفت بعض الاخوان اليوم اللي غادي يكونوا بارزين عالميا في المستقبل. الرياضه هي واحد عندها غيكون او هذه البطوله بالضبط غيكون عندها واحد الدور مهم
لتسويق اسم مدينة الداخلة عالميا كوجهة سياحية، ولكن هذا ماشي كافي. غادي يكون عنده واحد الصدى مهم جدا، ولكن لازم نجتهدوا باش تكون مشاريع سياحة، باش تكون واحد القوة إيوائية، باش تجعل مدينة الداخلة تستقطب أكثر عدد من السياح وتكون كوجهة سياحية قوية. في هذا السياق سيد الوزير، كسؤال أخير، الرسالة التي توجهونها لشباب هذه المنطقة خصوصا مدينة الداخلة في نفس السياق في إطار هذا العرس الكبير بطولة العالم للكايت بوردين؟ تبارك الله عليكم. انا شفت الاخوان اليوم كيتمرنوا وحن المغرب كله كينتظر بطل العالم في رياضه كايت سيرف في السنوات المقبله ان شاء الله، وانا متاكد غادي يخرج من مدينه الداخله. سيد الوزير، معالي الوزير ياسر الزناقي وزير السياحة، شكرا لكم على هذه المعطيات. إذن مشاهدينا الكرام، لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأترككم الآن مع حفل توزيع الجوائز المخصصة للفائزين خلال هذا العرس الدولي، وبعدها أجمل الصور واللحظات حتى موعد مقبل بحول الله. لكم كل تحية كل الطاقم المشرف على هذه النشرة الرياضية الخاصة ببطولة العالم بالكايت بوردين التي احتضنتها حاضرة وادي الذهب القويرة على مدى 5 أيام. شكر خاص لبعثة قناة العيون الجهوية هنا لتغطية هذا الحدث الكبير، المصور حنفي بيبا، فاطمة الزهراء الفحصي، محمد أسند، خالد الفايق، وعبد الله العينين، وكل من ساهم في إنجاح هذه النشرة الرياضية. لم يبقى لي إلا أن أودعكم. لكم تحيات عادل المسعودي حتى موعد مقبل بحول الله. بحضور وزير السياحة سيد ياسر الزناقي وولي جهة وادي الذهب القويرة سيد حميد شبار ومدير وكالة الجنوب أحمد حاجي ومنتخبي الجهة ورؤساء المصالح الخارجية، انطلقت فعاليات حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الأولى في مختلف الأصناف. الجائزة أو مجموع الجوائز المادية المخصصة في هذه البطولة العالمية كان 45,000 دولار. جوائز إذن مادية مهمة خصصت لهؤلاء الأبطال الذين أشادوا بالتنظيم المحكم والأجواء المميزة والتي مرت فيها هذه البطولة العالمية بحاضرة وادي الذهب القويرة مدينة الداخلة، والتي أكدت من جديد أنها أصبحت وجهة عالمية في كافة المجالات، ومن بينها المجال الرياضي خصوصا الرياضات البحرية التي أصبحت قبلة لأبرز الأسماء والمنتخبات العالمية ولعشاق وممارسي هذه الرياضة. This is an amazing spot. I mean, since I'm here, there's wind every day. The water is kind of flat and it's warm. So yeah, use it and train it, and hopefully next year we have another competition here. It will be great. I would say you should definitely come down here. It's amazing. The atmosphere here is really good. Everyone is very friendly. The food is good. The culture very rich, and it's a ultimate destination for a holiday or a trip or a kite surfing trip. So yeah, you should try and come and see it. It's beautiful. Really nice place. They've got good wind, good waves, and yeah, the place is really cool. It's a really nice place. إذن مدينة الداخلة نجحت وبامتياز في تنظيم هذا الموعد الدولي الهام وعلى كافة المستويات، وهو ما يؤكد بأن مستقبل هذه البطولة العالمية سيكون مميزا أكثر في السنة المقبلة، والتي يراهن عليها الجميع لتحقيق نجاح أكبر وجلب عدد قياسي من المشاركين العالميين، والتأكيد على المكاسب الكبيرة لهذه البطولة العالمية على كافة الأصعدة. أولا هذه التظاهرة لا يخفى على أحد أهميتها على مستوى الجهة، بل أصبحت لها صدى عالمي، وبالتالي فهي تهدف إلى التعريف بمؤهلات المنطقة ولا سيما السياحية، وبالتالي ستكون فرصة وقد شكلت فرصة في السنوات السابقة أولا للتعريف بمؤهلات الجهة ولا سيما السياحية منها، وبالتالي ستكون ملتقى أيضا لجلب مختلف السواح من مختلف بقاع العالم، وبالتالي لا شك أنها ستفتح أيضا فرصة أخرى للجيل القادم من أبناء الجهة للتعاطي
لهذه الرياضة التي نحن نحتضن والحمد لله جميع المؤهلات لكي نكون مدرسة لأجيال المستقبل إن شاء الله. وبالتالي وكالة الجنوب إلى جانب مجموعة من الشركاء التي نحن نمثلها هنا هي تدعم هذا المجهود لأنه يشكل جزء من جانب مهم من جانب التنمية ولا سيما يعني في مجال الرياضي والسياحي والتعريف بالمنطقة بصفة عامة. اللي يمكن نقول بصفة عامة والحمد لله كل شيء الأمور دازت مزيانة بزاف. سورتو بالنسبه لي كونديسيون ديال الريح اللي كانوا مزيانين. والحاجه الثانيه عاود اللي نقدر نقول هي كان عندنا واحد العدد كبير ديال المتسابقين اللي جاوا من العالم كامل، دونك كي فيكو هذا ليفينمون هذا زعما كان عنده ان سوكسي وان بوا في لو سيركوي مونديال. والنتائج اللي تم اللي وقعت لا بلوبار فيها كانت شويه متوقعه من قبل ليفينمون، حيت شفنا من قبل ليفينمون باغ اكزومبل يوريزون مثلا اللي ربح اللي جا الاول في الفري ستايل من التدريب اللي كان كيدير كلشي كان متوقع بلا هو اللي يربح لان المستوى تاعو كان عالي بزاف. بالنسبه للامواج كاريشيوفا كلشينا كنعرفوها بالله هي مشاركه زعما قويه وعندها مستوى عالي بزاف بالمقارنه حتى مع الاخرين. دونك وداك الشيء اللي كنا متوقعين منها راه الا بروفي هنايا مثلاتو لينا لان دارتهم بلوس احسن سكور في الامواج. والحمد لله ليفينمون من كاع المناحي ديال كاع الناحيات ديالو كان ناجح 100%. لا بالنسبه لي سبونسور ديالنا اللي كيأكومبانيونا اللي كيساعدونا باش نديروا هذا ليفينمون، ولا بالنسبه للسلطات المحليه زعما حنا كمنظمين فرحانين بزاف. والحمد لله هذه تجربه جديده عاود هذه مره ثانيه باش نديروا في الداخله والمره السابعه باش دار بطوله العالم في المغرب. كل عام بيان سور كنتعلموا حاجه جديده، والعام الجاي ان شاء الله كلشينا كنتسناو هذا ليفينمون بالله غادي يكون اونكور احسن اكبر من هذا الشيء اللي كان هذا العام. شافونا على كنياك لايون. شكرا قناة لايون. تشاو تشاو.